اصحابي، رمضان يعني الحلويات واللمه، فتعالوا بقى اقول لكم عملت هنا طبق حلويات بجد خطير. بس اول حاجه متنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك شير سبسكرايب وبصوا لي بقى على الطبقات اللي موجوده فيه. وتعالوا بقى بينا على الوصفه على طول. دي كل المكونات اللي هحتاج هنا اي نوع بسكوت شاي انتوا بتحبوه، وهحتاج كمان كريمه الخفق وممكن اقول لكم ازاي نبدلها، وهحتاج هنا الشوكولاته واي نوع جبنه كريمي وكريم كراميل والويب كريم وبس كده. اول حاجه هجيب هنا الصينيه بتاعتي وابدا ارص عليها البسكوت زي ما هو كده ناشف مفيش اي حاجه. هكتب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف تحت، فروحوا شوفوها بجد حاجه سهله جدا تقدروا تعملوها مع اولادكم متاخدش وقت خالص. وبعدين ببدا بقى ان انا اجيب هنا اللبن بتاعي، بحط زي ما انتم شايفين كده وهو في نفس مكانه، واللبن بيكون عادي جدا من التلاجة ما بحتاجش ان انا اسخنه. وبعدين ببدا بقى ان انا اجيب هنا الويب كريم وببدا ان انا افضيه عندي في الطبق اللي انا هضرب فيه، وبحط عليه هنا نص كوبايه من اللبن الساقع، وببدا بقى هنا فقره الدوشه. خليكم عارفين ان هو بياخد وقت كمان في الضرب، ما تاخدوش الامل بسهوله. وهنا كنت بدوق عادي بالبسكوت، وده كده القوام بتاعه بيكون القوام بتاعه تقيل بحيث ان انا وانا بحركه بالسباتولا بيفضل لازق فيها عادي جدا ما بينزلش بسهوله زي ما انتم شايفين. وبعدين هنا جاهزه بقى الطبقه بتاعتي ان هي تنزل على طبقه البسكوت على طول. طبعا زي ما انتم شفتوا البسكوت اصلا طري لوحده، انا ما بحتاجش ان انا احط عليه لبن سخن عشان ما يبوش بزياده. وبعدين ببدا ان انا افرده هنا بظهر الاسباتولا زي ما انتم شايفين، بيبقى الفرد بتاعه سهل قوي. وببدا ان انا كده كونت عندي اول طبقه، وهبدا بقى ان انا اجيب البسكوت علشان ارصه فوقيها في الطبقه التانية بالشكل ده. حتى لو عندكم بسكوت مكسر شويه او حاجه ممكن تحطوه في الاطراف زي ما انا عملت. وهبدا بقى ان انا اكون الطبقه التانية. هجيب هنا كريمه الخفق، ممكن تستغنوا عنها عادي جدا بان انتوا هتحطوا اللبن مع الجبنه الكريمي وخلصنا بقى فقرة الدوشة. وده كده القوام بتاعه بيكون برضو متماسك زي الكريم شانتيه. وبعدين ببدأ اجيب هنا الشوكولاتة اللي انا جبتها، استخدمت شوكولاتة دارك مع شوكولاتة كريمي، وبعدين دخلتهم الميكرويف، ممكن تعملوا لهم حمام مائي عادي جدا. وبعدين نزلت بقى الخليط بتاعي، بس انا ما خليتوش يسيح قوي، خليت يبقى فيه كده قطع شوكليت من جوه بجد بتخلي تنقله في حتة تانية خالص. وجبت هنا ظرف الكريم كراميل وفضيته، وجبت معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي وبرضو حطيتها عليه. وهحط هنا بالظبط معلقه لبن او من معلقه لمعلقتين لبن عشان بس القوام بتاعه انا عايزاه يكون تقيل، مش عايزه اخففه بزياده. نبدا بقى ان احنا نضربه تاني بالشكل ده. وبكده تكون الطبقة التانية جاهزة معايا، وابدأ بقى اجيب هنا البسكوت بتاعي واحط عليه الطبقة بتاعة الشوكولات. بصوا هي كريمي خالص وفي نفس الوقت مش ماسكة نفسها بزيادة عشان اقدر ان انا افردها. شايفين بقى قطع الشوكولات اللي في النص دي بجد بتنقل طعمه في حتة تانية خالص. جبت بقى شوية من البسكوت وبدأت ان انا احطهم على الوش بالشكل ده. وهنا بقى كانت جاهزة معايا لاخر مرحلة، جبت شوية من الكريم شانتيه اللي انا سبته في الاخر، وبدأت ان انا احطه هنا في الكيس الحلواني او ممكن تستخدموا اي كيس عندكم زي ما انا عملت، وحطيته فيه وخرمته بس من تحت. وبدأت ان انا اعمله بالشكل ده. اعملوا بقى بالاشكال اللي انتوا حابينها لحد ما يتكون معاكم الطبقة كلها. وهنا جاهزه معايا بقى على طول ان هي تدخل في الفريزر او تدخل في التلاجة. بس حبيت ان انا افتكس كده واحط عليها شويه من الكاكاو الخام على الوش، وتقدروا بقى تزينوها باي شكل انتوا حابينه. بجد سهله جدا ما بتحتاجش اي حاجه خالص، كل اللي هتحتاجوا ان هي تسقع شويه في الفريزر لو انتوا مستعجلين عليها، او تحطوها في التلاجة وتسيبوها حبه حلوين لحد ما تمسك نفسها. وبالهنا والشفا عليكم، هتدوقوا حاجه كده طعمها بجد خطير، سهله قوي وما تاخدش وقت خالص في العمايل. وبس كده اشوفكم في وصفه بكره.